ازيكم عاملين ايه؟ انا عبد الرحمن. ان شاء الله في الفيديو ده هيكون فيديو ان احنا نجاوب على اسئلتكم. معانا النهارده 35 سؤال. الفيديو ده من اهم بجد الفيديوهات على القناه، لان هو يعني في اسئله متنوعه كتير قوي، بحيث ان هو مثلا لو في ناس بدات بس مش عارفه تكمل، في ناس اصلا ما بداتش ومش عارفه تبدا ازاي، في ناس اصلا فكرتها فيها اي موديل، هم اصلا مش عارفين ازاي يتعلموا اي وان هم يعملوا ايه في حوار الاي اي. فيعني وفي برضه اسئله عن البوستر. فالفيديو ده يعني شامل قوي لمعظم الاسئله، وان شاء الله بعد الفيديو ده محدش يحتاج اي حاجه تاني بخصوص المسابقه يعني كسؤال. تمام، فيلا بينا نبدا. اول سؤال: لو انا بدأت في فكره البروجكت وانا لوحدي مش معايا تيم، المفروض اعمل ايه واسال مين، وهل اقدر اعمل كل حاجه لوحدي؟ هجاوب على اخر سؤال الاول اللي هو هل هقدر اعمل كل حاجه لوحدي. ينفع. في ناس عادي اتاهلت كتير وهم لوحدهم في التيم يعني. تمام، فنرجع تاني بقى للاول اللي هو لو يعني انت متقدم في فكره البروجكت ومش معاك حد، المفروض تعملي ايه؟ اول حاجه، آم، يعني مثلا دلوقتي انا متقدم في فكره البروجكت. تمام، فمعنى كده ان في فكره، فازاي بقى تشيك ان الفكره اصلا كويسه؟ اول حاجه لازم تشيكي ان البروبلم ستيتمنت تبقى قويه. بمعنى مثلا دلوقتي هضرب لكم مثال بالمشروع بتاعنا. المشروع بتاعنا كان البروبلم ستيتمنت عباره عن ايه؟ ان في مرض، المرض ده بيعاني منه اكتر من 60 مليون شخص حوالين العالم، وفي نفس الوقت برضه طرق ان احنا نكشف عن المرض ده غاليه جدا، بتوصل 6000 دولار ومش عارف ايه. فده معناه ان احنا معانا بروبلم ستيتمنت قويه. فالبروجكت بتاعنا بيحل موضوع السعر من 6000 دولار مثلا ل 70 دولار، و بيقدر يكشف مثلا بقدرة يقدر ل 92%. تمام، فهل دلوقتي الفكرة دي قوية ولا لأ؟ كويسة. ليه؟ لأن خلاص هنا في بروبلم حقيقية، وفي نفس الوقت البروبلم دي وفكرة المشروع دي امباكتفول. تمام، يعني الفكرة دي لما مثلا تتحقق فخلاص البروبلم دي فعلا هتتحل وهتتمحي ان شاء الله يعني. تمام، فدلوقتي علشان حد يتشيك لازم يشوف ان البروبلم ستيتمنت بتاعته فعلا قوية ولا لا. تمام، دي اهم حاجه خالص، لان دي اصلا اساس المشروع بتاعك، ودي اساس الحاجه اللي بيصل عليها المقيمين برضو بعد البروتايب طبعا الريزلت يعني. تمام، فهو بيبقى عايز يعني هو بيبقى عاوز يعرف ايه هي المشكله. واصلا انت لما حد يجي يبدا عرض البرزنتيشن بتاعته في المعرض بيبدا بالمشكله، مش بيبدا بالبروتايب، هو بيبدا بالفكره، بس قبل الفكره المشكله. تمام، تاني حاجه ازاي نظمت وقتك ما بين تانية وايسف والكاب؟ اول حاجه بالنسبه لايسف، انا كنت بحاول ان انا انجز كل حاجه على قد ما اقدر في الاجازه. تمام، وصلنا مثلا في فتره الدراسه ما كناش خلصنا كل حاجه. انا مثلا دلوقتي قبل المعرض التمهيدي ب3 ايام كنت بخلص كل حاجته: بوستر، بروتوتايب، برزنتيشن، كل حاجه. تمام، انا مثلا تاهلت المعرض التمهيدي ورحت المعرض المحلي، وكان فتره ما بينهم اسبوعين. قبل المعرض ب3 ايام كنت بخلص كل حاجه. تمام، ف وطبعا عشان انا معايا انا ويوسف، فانا ويوسف كنا شغالين على كل حاجه احنا الاثنين مع بعض. تمام، فلو انت لوحدك تضطر ان انت تاخد فتره اطول شويه، لان انت يعني مش هتعرف تخلص كل حاجه لوحدك في وقت قليل. تمام، يعني ايه، خدوا بالكم ايه من الكلمه دي، في وقت قليل، لكن تعرف تخلص كل حاجه لوحدك عادي ينفع. تمام، بالنسبه للكاب فهو يعني الكاب كده كده معروف ان هو اصلا بيطاسه يعني، فاللي هو احنا مثلا بنسلم كل حاجه في الاخر. البروتوتايب مثلا بياخد اسبوع، من اسبوع لاتنين مثلا في الشغل على حسب صعوبته بالاستبلام بكل حاجه. البورتفوليو كده كده اصلا البوستر البورتفوليو مثلا في 3 في التيم شغالين على البورتايب، وفي 2 شغالين على بوستر البورتفوليو. مشاريع الروبوتكس تبقى مكلفه قوي، هل ممكن الحكام يراعوا حاجه زي كده، او اني استخدمت مثلا كومبوننت ارخص وده واحد غالي ممكن يكلفني 5000 جنيه، على الرغم انه عارفه الأداء هيبقى احسن والاغلى هيبقى احسن من واحد. تمام، هل الحكام هيراعوا حاجه زي كده؟ لا، مش هيراعوا. ليه؟ لان هو لان هو اصلا كده كده لما حد يجي يبريزنت الفكره بتاعته ما يعرضش العيوب بتاعتها. تمام، ازاي يتغطى عن العيوب؟ مثلا دلوقتي الفكره بتاعتك ب25000 جنيه. تمام، متقسم مثلا سنسور ب5، سنسور ب10، مش عارف ايه هكذا. فمثلا دلوقتي نقارن بقى علشان نبرز قوة البروجكت بتاعنا، نقارن السعر ده بأسعار البرايس سوليوشنز. البرايس سوليوشن مثلا ب25000 دولار عادي، ممكن في برايس سوليوشن كده وأنا خليته ب25000 جنيه. ساعتها نقطة السعر هتبقى حلوة جدا كمان، وهتبقى حلوة قوي إن أنا من سعر خيالي لسعر طبيعي بالنسبة للدول التانية. تمام، ماشي، أظن بس كده يعني. هل لازم أي حد ياخد آسف يروح جامعة وياخد رأي الدكاترة في البروجكت قبل ما يبدأوا فيه، ولا عادي كل مثلا حد بيلاقي الأغلب بيكون دوره وسأل قبل ما يبدأ المشروع؟ مش شرط عادي تروح الجامعة يعني، احنا عادي ما رحناش الجامعة.
آم، احنا اصلا لو كنا بنعطل في حاجه كنا بنشوف ريسيرش بيبر يوتيوب. يعني مثلا دلوقتي احنا كنا بنذاكر اصلا مرض الاتري فيبريشن ده كان بيبقى بيأثر ازاي على القلب، كنا بنفتح بيبرز، كنا بنشوف فيديوهات، كنا اصلا بنذاكر الاي سي جي اصلا ازاي بيتعملوا ديتكشن. وكنا اصلا في برضه الجراف نفسه كان بيبقى جواه حاجات، والحاجات دي احنا كنا بنذاكرها. فليه اروح اسال دكتور على حاجه زي كده ما هي موجوده على اليوتيوب؟ تمام. انت بقى تروح مثلا لدكتور في جامعه او تسال. انت مثلا آه يعني عشان بس اكون فاهمك الفكره توصل. انت مثلا دلوقتي في مرض ما مش عارف انت الاعراض بتاعته ايه، تمام، مع انه مستحيل يعني، بس في مرض ما انا بس عشان ايه الكونسيبت بس يوصل لدماغكم. في مرض ما انت مش عارف الاعراض بتاعته ايه، ودورت في بيبرز، سالت جي بي تي، تمام، دورت على اليوتيوب ما لقيتش، خلاص روح اسال دكتور متخصص في المرض، متخصص في البيولوجي، متخصص في اي حاجه، وهو غالبا هيكون عارف. تمام. فانت المعلومه لما خلاص تكون ممحيه من على النت، ساعتها بقى تستعين بقى بناس بره، دكاتره الجامعه، اي حاجه. مثلا دلوقتي انت مثلا دلوقتي شغال على بورتايب وخلاص، انت جالك ايرور، الايرور ده بقى ايه يعني، وقف لك الدنيا كلها، مش عارف تعمل اي حاجه تاني في السوفت وير. سالت جي بي تي ما عرفتش تحلها، دورت على اليوتيوب على الايرور حل ما لقيتوش. مش عارف ايه، اكيد الايرور مش هيبقى في بيور يعني، بس يعني انت خلاص انت عطلت. تمام. فخلاص ساعتها تسال مهندس ازاي ان انت تحل المشكله دي. تمام. بس كده. انت الفيديوهات بتاعت الريسيرش ان شاء الله بعد الفيديو ده. مرحلة اسف بتبقى ايه بالظبط، او يعني بتبدا على امتى كده، ولا تاهلت بتاهل لمرحله ايه؟ مرحلة اسف بتبقى ايه بالظبط؟ تمام. بتبقى في مرحله تمهيديه، وبعد كده مرحله محليه، مرحله جمهوري اونلاين وجمهوري اوفلاين، ومرحله لجلوبال. تمام. فالحاجات دي برضه بتبقى نسبيه شويه. يعني مثلا دلوقتي انت لو ثانوي عام، انت مش هتتاهل، يعني انت مش هتروح تمهيدي، انت بتروح على المحلي على طول اللي بيبقى على مستوى المحافظه. تمام. في بقى مدارس ما بتأهلش اصلا جمهوري اونلاين، بتروح على الجمهوري الاوفلاين على طول. يعني هو ممكن اصلا لو حد ثانوي عام متأهل جمهوري اوفلاين ممكن تصفصف معاه على تمهيدي اوفلاين، قصدي على محلي واوفلاين، لان مفيش اونلاين. تمام. مفيش تمهيدي. لكن مثلا دلوقتي احنا ايه اللي حصل معانا؟ يعني احنا اتمرمطنا، يعني احنا كنا تمهيدي ومحلي وجمهوري اونلاين وجمهوري اوفلاين، فايه احنا عندنا كل حاجه يعني. للاسف ما عدا الجلوبال عشان احنا ما عرفناش نسافر يعني. ما علينا. ف هي بتختلف على حسب كل مدرسه مدرسه. هنا بقى ايه لو تأهلت؟ يعني هي بتبدأ على امتى المراحل؟ انا مش عارف اتذكر المواعيد بالظبط، بس غالبا بتبقى يوم يعني في شهر 10 شهر 11 حاجه زي كده يعني. لو تأهلت بتأهل لمرحلة ايه قلتها خلاص. لو انا البروجكت بتاعي فيه كذا حاجة عادي، يعني السؤال ناقص بس هو عادي ينفع. يعني مثلا البروجكت بتاعنا كان فيه اي وكان فيه هاردوير ومش عارف ايه، فعادي يعني. ممكن تبعت لنا روبريك خاص لكل خطوات كتابة البوست الرئيسي مش الابستراكت بس. تمام حاضر. دلوقتي انا معايا فكرة بس عايز اعرف انا ماشي صح ولا لا. انا مشيت على اي دي ستيبس عادي، وبحثت لفترة وجبت فكرة، بعدين لقيتها مش فعالة وجبت فكرة تانية. بس الفكرة إني مجبتش حل سابق وطورت منه، لأ أنا دمجت بين كذا فكرة مع بعض، وصلت لحاجة هي شبه ابتكارية شوية، فعايز أعرف أنا كده ماشي صح ولا لأ. بدل إن أنا تهت أصلا، بس هو عشان حد يعرف هو ماشي صح ولا لأ، خصوصا بعد ما يجيب الفكرة يعرف هل الفكرة impactful ولا لأ. زي ما قلت قبل كده، هل الفكرة فعلا ليها حل قوي وفعال ولا لأ، الفكرة لو اتطبقت هتحل المشكلة ولا لأ. فساعتها تعرف فعلا فكرتك قوية. وبرضه نقطة مهمة جدا، انت مثلا لو انت بتدمج اكتر من براي سوليوشن مع بعض، فما تتغاضاش عن العيوب. يعني مثلا دلوقتي انت معاك براي سوليوشن فيه ميزتين وثلاث عيوب، وبروجكت التاني فيه ثلاث عيوب وميزتين، انت دمجت الاتنين مع بعض، ما كده بقى فيه خمس عيوب وخمس مميزات. طب ماشي، طب ما تشيل العيوب، حاول انك تقلل العيوب. تمام. عشان تقدر يعني ايه انك توصل للبروجكت اللي ايه ان شاء الله يبقى متكامل يعني. بس المفروض نكون عارفين ايه عن الفكرة كلها وازاي بنطور عليها ونبدأ امتى فكرتك. بص ونشتغل في بروتوتايب. آه، المفروض تكون عارف كل حاجة عن الفكرة، من حيث يعني مثلا دلوقتي انت جبت بروبلم تكون عارف البروبلم بالظبط عن ايه. يعني مثلا دلوقتي احنا كنا شغالين على مرض ما، تمام، المرض ده كنا عارفين اعراضه، كنا عارفين دلوقتي بيجي امتى مثلا للشخص الريسك فاكتور. كنا عارفين الارقام مثلا اللي حوالين العالم، بس الارقام الجلوبال، يعني مثلا مش هجيب احصائيه ورقه فيها لكل دوله فيها كم مريض، يعني دي ما حدش هيستفاد منها، ولا المقيم يستفاد منها، وانت تستفاد منها، ولا المستشفى اللي انت هتروح هتستفاد منها. يعني هو انت بس تكون عارف ارقام تقدر تثبت بيها قوه مشكلتك. تمام. بس كده. بالنسبه مثلا بورتايب تكون عارف كل حاجه هتتعمل ازاي في بورتايب، ما تروحش تودي البورتايب بتاعك لمهندس، وبعد كده لو جالك مهندس بقى كايفالويتور في التقييم، يجي بقى ايه، يجي ماسكك بقى يقول لك قول لي بقى انت عملت ده ازاي. عشان عادي في معظم المهندسين اللي بيجوا بيسيب اصلا الفكره، بيسيب البروجكت بقى ايه يناقشك بقى انت عملت ازاي اصلا البورتايب. عشان هو بيبقى يعني ايه ممكن اصلا
يكون المهندس ده ناس بتكلمه عشان يعمل لهم البروتوتايبات بتاعتهم، فهو بقى عايز يعرف بقى هل انت بقى من الناس دي بقى ولا لا، فيقعد بقى يناقشك ويشوف انت عامل الحاجات دي ولا لا ازاي مش عارف ايه وكده. بس فانت المفروض تكون عارف كل حاجه على فكره من الالف للياء يعني. ازاي بنطور عليها؟ احنا مثلا احكي لكم على حاجه. احنا كان معانا سنسور، السنسور ده الاكيرسي بتاعته وحشه جدا. جبنا كل الداتا بتاعته من الداتا شيت بتاعت السنسور، عادي عرفنا السنسور ده ميت تمام، كان ب 400 جنيه. فاحنا ازاي طورنا على الفكره؟ لان سنسور تاني ب 2000 جنيه. تمام، السنسور ده يعني 3 4 اضعاف قوه السنسور القديم. تمام، فخلاص احنا كده طورنا على فكره بحيث ان احنا جبنا لها سنسور اجدد، وطورنا على اي موديل بحيث ان هو يديتكت احسن ويقلل النويز. فخلاص كده فكرتنا احنا طورنا عليها وبقت احسن واقوى. بس ان انت كتبت البوستر لما تكون معاك البروبلم، لما تكون عارف ازاي تعمل بروتايب، لما تكون محدد كل حاجه في البروجكت يعني. نشتغل في البروتايب يا ريت. لو انا لسه ما بداتش ابدا بايه بالظبط وايه الخطوات اللي امشي عليها. جاوبت على السؤال ده قبل كده بس عادي هقوله تاني. اول حاجه زي ما قلت انت تحدد الحاجه اللي انت حابب انك تشتغل عليها. انا كنت حابب ان اشتغل على كمبيوتر ساينس واللي هو ارتفيشال انتليجنس يعني، وبرضه ان انا ادمجه ما بين المجالات الطبيه. فقعدت اشوف دلوقتي مشاريع قديمه اتعملت قبل كده ولقيت اكتر من حاجه، فاخترت حاجه معينه منهم. بعد كده ايه، شفت بقى المشاريع اللي اتعملت عليها برضه، لحد بقى ما شفت هما بيمشوا ازاي في البروجكت بتاعهم وبروبلم بقى وبورتايب ومش عارف ايه، لحد ما ايه مشيت معاهم بقى في نفس الخطوات دي في البروجكتات اللي بشوفها يعني، وايه لحد ما جبت الفكره. ايه الكاتيجوريز اللي بتشد والعدد فيها مش كتير قوي؟ يعني السؤال ده غريب يعني. بس الكاتيجوريز غالبا بتبقى متوزعه يعتبر مش بالتساوي قوي، بس بيبقى الاعداد فيها متقاربه. تمام، يعني هو كان في كاتيجوريز قليله قوي 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 في معرض الاوفلاين، زي مثلا الامبيدد سيستم كانش فيه غير 4 ولا 5. الماس ما كانش فيه غير واحد تقريبا. فهو يعني في كاتيجوريز بتبقى قليله قوي، في كاتيجوريز بتبقى كتير قوي. بس المعظم ان الكاتيجوريز بتبقى ايه قريبه من بعض قوي. تمام، بس يعني ازاي اعرف ان فكرتي حلو؟ دي ممكن تبقى حلوه وتتأهل. قلت الاجابه دي كتير والله، ان لازم تكون متاكد من المشكله بتاعتك، بتحل فعلا، لازم تكون متاكد ان فكرتك بتحل فعلا مشكله حقيقيه. لو كنت في جمهور بأسف اصلا السنه اللي فاتت والحمد لله النسبيه عندي اكسبيرينس حلوه، بس لسه تاني شويه من اني اعرف اجيب فكره، مش عايز اكمل على فكره السنه اللي فاتت. وحتى بعد ما شفت البروجكتس على موقع جلوبال لسه مش عارف احدد فكرتي وحاسس نفسي تايه. اعمل ايه عشان اجيب فكره تأهلني جلوبال؟ يعني ادام انت معاك اكسبيرينس فكويس يعني، انت في حاجات اكيد انت تكون عارفها، غلطات في البوستر انت عملتها كده. مش عايز تكمل على فكره السنه اللي فاتت، خلاص تمام عادي. انت برضو زي ما قلت انت تشوف حاجه انت حابب انك تشتغل عليها. مثلا دلوقتي انت الفكره القديمه بتاعتك في نفس الحاجه اللي انت حابب تشتغل عليها، فانت خلاص كنسل فكرتك وشوف المجال اللي انت حابب تشتغل عليه ده، وتشوف عليه افكار تانية قديمه. تمام، وبعد كده انت بقى ايه يعني، تبتدي ان انت لما انت اصلا تقرا افكار كتير انت دماغك هتحس انها تتنشط شويه، وتبتدي ان هي تفكر برضو. وبرضو البحث الكتير، يعني انت تقعد تدور على مثلا مشاكل متعلقة بفكرتك. وبعد كده بعد ما تلاقي المشاكل دي، على فكرة الحاجات دي ممكن تجيبها بجي بي تي عادي يعني، جي بي تي مش حرام. بس انت اهم حاجة جي بي تي ان انت لما تيجي تستخدمه يعني ايه تكون عارف الحاجات اللي هو بيقولها، وما تعتمدش عليه اعتماد 100% ان هو في حاجات بيقولها غلط. تمام، فايه وبرضه في نفس الوقت برضه يعني بعد ما انت تجيب بعد مثلا يقول لك على معلومه، هتلاقي السيرش بيبر وعامل لها سايتيشن وحطها في البوستر، عشان يعني ما مثلا ما يسألكش على حاجة ويقول لك انت جبتها منين وما لهاش سايتيشن، يعرف انها جي بي تي عادي يعني. ده أول حاجة تيجي في دماغه. تمام، إن شاء الله يكون الفكرة وصلت. ليه البوستر ما كانش بيبقى فيه سيكشن ماتيريالز بالأسعار، ولا هي مش مهمة؟ يعني هو مش لازم ان انا اقول سعر كل كومبوننت، يعني مثلا مش لازم اقول ان الكومبوننت مثلا ب50 دولار، قصدي ان السنسور ب50 دولار، وان مش عارف الهيكل ب100 دولار. ليه اقول كل ده؟ ما اقول التوتال كوست وخلاص. وبعد كده زي ما أنا قلت سيكشن الميثودولوجي بيبقى عباره عن ان انت استخدمت ماتيريالز في ان انت تكون البروتايب بتاعك، مش ان انت حطيت ماتيريالز وافهم انا مع نفسي بس. التقييم اللي بيبقى على اساسه عدد مشاريع معين بيتأهل، بس اللي بيتأهل جلوبال سواء اليكس او كايرو اللي هو يعني باسف وكايرو. ويعني انت كنت منزل قبل كده ان في كاتيجوريز معينه بتبقى متركز عليها، بس هل ده مؤكد وهو ده العامل الوحيد؟ وجزاك الله خير حقيقي، اتمنى الفائده اللي بتعطيها لنا. شكرا. أم، التقييم اللي بيبقى على اساسه عدد المشاريع المعينه اللي بتأهله. بص، هو اول حاجه اللي بيتأهل من معرض القاهره بيبقى 9، واللي بيتأهل من معرض اسكندريه بيبقى 5. يعني بيبقى كام توتال 14 واحد، او توتال 14 15 مشروع عامه اللي بيتأهل عالمي بس في مصر. تمام، ايه بقى التقييم اللي بيبقى على اساسه؟ هحكي لكم. اهم حاجه البوستر، اهم حاجه البوستر. ليه؟ انت بتبقى واقف بيبقى البوستر وراك،
وبيبقى على ترابيزه، فهو ده اول حاجه هتشد اي مقيم، سواء مقيم سواء اورجنايزر سواء اي حد. بوسترك لو شكله حلو بجد هيعمل ضجه. تمام. هتلاقي ايه، كل الناس مثلا بتيجي، هتلاقي المقيمين بيبقوا عايزين يروحوا يشوفوا البوستر، مش عارف ايه وكده. ودي حصلت معانا ازاي؟ يعني مثلا دلوقتي احنا كنا واقفين ورانا البوستر، احنا خلصنا المقيم الاول وخلاص، المقيم التاني وخلاص. واصلا كل مقيم بيبقى ليه ورقه معينه، يعني احنا ادونا 3 ورقات، وكل ما مقيم يجي بنكتب فيه رقم كود المشروع واسمائنا تقريبا وحاجه زي مش فاكر، بس هو اهم حاجه كنت بتكتب رقم كود المشروع يعني. تمام. فايه، فاحنا خلصنا 3 مقيمين. بعد كده بقى ايه، بيبقى في راجل كده بيعدي، بيقعد يبص على البوسترات. تمام. لو لقى بوسترك شكله حلو ومنظم وفعلا باين ان هو يعني متعوب فيه، هيجي يقول لك دلوقتي اشرح لي فكرتك في دقيقه. تمام. تشرحها له يجي ماشي ويسيبك. وده اللي حصلت معانا. بعد كده بقى ايه، بعدها جه لينا راجل بربع ساعة كده مثلا، قال لنا فين الورقة بتاعتكم؟ قلنا له احنا خلصنا، احنا اصلا خلصنا التلات ورقات بتوعنا. فقال لنا لا، هاتوا لي ورقة دلوقتي. خلاص احنا اتخضينا كده، فايه لدرجة ان انا اصلا كنت كتبت كود البروجكت غلط ومسحته وكتبته تاني، يعني اللي هو حسيت ان في حاجة. فايه فكتبته. بعد كده قال لنا بقى ايه بريزنت الانجليش. فخلاص انا ويوسف بصينا لبعض كده وعرفنا خلاص يعني ايه يعني الحمد لله احنا تهينا كده. فهو قال لنا اصلا انا كده كده اوريدي عارف الفكره بتاعتكم، انا حد جه حكاها لي وقال لي عرفتها انا ايه البوستر بتاعكم مش عارف ايه وهكذا. فهو بجد البوستر اهم حاجه، يعني بجد انت بوسترك لو شكله حلو صدقني انت بتكون ضامن نسبه التاهل. بس انت كنت منزل قبل كده إن في كده نسبه بتركز عليها، هل ده العامل مؤكد وده العامل الوحيد؟ لا. السنه دي في مشروع تاهل انجينيرنج، من السنه اللي فاتت من 3 سنين فاتوا في مشروع تاهل انفيرمنتال انجينيرنج. مع ان من دي الكاتيجوريز اللي قلت مش بيبقى متركز عليها قوي. بس انت لو عملت فكره فعلا كويسه هتتاهل، فكرتك بتحل مشكله هتتاهل. تمام. بس انا بقول انا كان قصدي على مشاريع الكاتيجوريز اللي انا اتكلمت عليها دي، لان دي معظم الناس بيخشوا فيها وبيجيبوا لي فيها مشاريع حلوه. بس لو انا داخل اولى ثانوي وهقدم ينفع لو البروجكت اللي في دماغي محتاج بحث كتير قوي واساسيات انا مش خدتها قبل كده، بس هو كفكره حلوه قوي اكمل زي انا مش زي انا لوحدي مش معايا تيم. يعني يا ريت طبعا، يعني يا ريت، لان هو انت حتى لو متوفيتش مثلا السنه دي فتقدر انك تخش السنه الجايه وهيبقى معاك خبره وهكذا. هو شغال على حاجه اي بس فكرته عجباني، مش عارفه ابدا اتعلم ازاي واعمل ايه وابدا ازاي. عامة يوسف اللي كان عامل الاي اي، فانا هحط لكم ريكورد كده في اجابه على السؤال ده يعني. اول حاجه لازم يشوف الفكره اللي هو هيعملها دي هتبقى عباره عن ايه بالظبط، ويشوف حاجه معموله شبهها، ويشوف اتعملت ازاي. يشوف الحاجه اللي معموله شبهها فين، ممكن يشوف مشروع قبل كده او يشوف ريسيرش بيبر او حاجه عشان يعرف الفكره دي معموله ازاي، او يشوف ايه الكي ووردز المكتوبه في السكشن بتاع الميثودولوجي عن الاي اي وكده. بعد كده هيبدا يعني مثلا نفرض ان الريسيرش بيبر او الحد ده كان مستخدم سي ان ان مثلا، او نيورال نتوركس عامه. فلو مستخدم نيورال نتوركس عامه انت كده عرفت التوبيك. خش اكتب ايه هي نيورال نتوركس على النت وكده، وشوف انواعها واستخداماتها وكده بس. وهتلاقي فيه ماث كتير، ممكن تلاقي فيه ماث كتير يعني فيديوهات بتشرح ماث وكده. فمش مهم الماث في الالجوريزمز ايا كان. مش لازم تذاكر الماث، ما حدش هيسالك فيه. اهم حاجه تكون عارف ازاي بتستخدم الالجوريزم دي وبتستخدمها ليه، او اشمعنى انت مختار دي. كده كده لما تيجي تكود، هو انت بتكتب اسم الالجوريزم بس وهي بتتنفذ لوحدها، ما بتكتبش الماس اللي بيبقى بتاع الالجوريزم نفسه بس. فهيشوف حاجه شبهه او الحاجه اللي هو اخد استوحى منها او كده، ويبدا يسرش عن الالجوريزم دي على اليوتيوب او كده، ويتعلم عنها، ويتعلم عن حاجات تانية منافسه ليها، واشمعنى اختار دي ما اختارش حاجه تانية. بس يعني دي تعتبر اسرع طريقه. هل في نصيحة تقولها لنا لكل مرحلة في المسابقة؟ في. أول نصيحة إن أنت تطور على البوستر بتاعك، تاني نصيحة إن أنت تتأكد من الكومنج بلانز اللي أنت عملتها قبل كده تكون حققتها فعلا، عشان عادي جدا مثلا في التقييم يجي لك نفس المقيم اللي جالك قبل كده، بس دي بتبقى نادرة قوي وبتحصلش غير في أول مرحلتين، التمهيدي والمحلي. يعني مثلا دلوقتي جالك في التمهيدي راجل وبعد كده جالك في المحلي نفس الراجل، وخلاص هو اوريدي بيبقى عارف مشروعك وعارف الحاجات اللي أنت قلت له إنك هتعملها المرحلة الجاية. لو ما لقاهاش بنسبة كبيرة يعني إيه، هي مش هيأهلك. بس هو لازم أي حد داخل أصلا يروح الجامعة؟ لأ، السؤال ده بيتكرر. لو أنا والتيم بتاعي، لو التيم ميت يعني بتاع التيم بنفكر إن إحنا نشتغل في كاتيجوري بايوميديكال انجينيرنج،
ايه رايك فيها من حيث الجادج والشغل، وهل في ستيبس المفروض نمشي عليها؟ آم، ايه رايك فيها من حيث الجادج ده انت نصيبك عامه، انت ممكن تبقى بايوميديكال انجينيرنج ويجي لك حد كيمستري، يجي لك حد اي حاجه الا الكاتيجوري بتاعتك، عادي بتحصل يعني. فهو الجادج ده انت نصيبك يعني. والشغل لو هل في ستيبس المفروض نمشي عليها؟ الستبس المفروض تمشوا عليها تبقى عامله ازاي؟ اول حاجه، انتوا ادام بايوميديكال انجينيرنج، فانتوا التركيز الاول والاخير بيبقى على البروتوتايب. تمام. لا بتبقى متركزه قوي على المرضى اللي انت بتعمله ديتكشن ولا اي حاجه. طبعا ده بيبقى مهم جدا كبروبلم كفكره، لكن كبروتايب انت المفروض تجيب بيبر، مثلا بيبر كامله للاي اي فيها شرح الاي اي كله. وعادي انت ممكن تكون نفس البيبر يكون فيها شرح الاي اي وشرح البروتايب شغال ازاي. يعني ما يعني مثلا دلوقتي احنا جبنا تقريبا بتاع 5 بيبر، 5 بيبر فيهم شرح للبروجكت من اوله لاخره. تمام. وبيبر كامله فيها الاي اي موديل كله من اوله لاخره بالداتابيس بتاعته. تمام. فخلاص احنا معانا كل حاجه ان احنا نبدا نشتغل. فخلاص فاحنا بورتايب احنا كنا بادئين ان احنا ازاي هنشغله بس. في برضه فريق بيتكتب في ايسف ولا لا؟ بس بيبقى غالبا من اول المعرض الاونلاين، يعني كان بيبقى اسمه كتاب التقارير اصلا مش بورتفوليو. لو انا ثانوي عام مش هستلم، هل اقدر اروح الجامعات دي برضه ويسمحوا لي، واجيب ايميل ازاي؟ يا جدعان ثانوي عام مش منبوذين وربنا، يعني هما عادي، يعني اي حد هاي سكول، اي حد ثانوي عام، اي حد ستيم هيقدر ان هو يخش جامعه عادي، ويقدر ان هو يخش اي سي، ويقدر ان هو عادي يتاهل عالمي. والله في الحاجات دي كلها يعني هو مش منبوذين. هيسمحوا لك. وازاي تجيب الميل الجامعه اللي انت عايزها، تكتبها، تخش على الموقع بتاعها، تخش على الكونتاكت، هتلاقي الايميل بتاعها. انا عندي فكره هي في المايكرو، انا فاهم فكره البروجكت كويس وكده، لكن عملي مش عارف انفذه. ممكن يرشدوني لو رحت مركز الابحاث واستخدم اجهزه ازاي وكده؟ يعني اكيد يعني. اصل انا ما جربتش الصراحه ان انا اروح مركز الابحاث وكده. بس غالبا عادي هيسمحوا لك، بس اكيد لازم يبقى في حد كده كده معاكي في ال يعني اصلا وسط ما انت شغاله، لان اصلا الاجهزه دي بتبقى ملايين يعني اكيد. فهو لازم الحاجه دي يبقى في حد اصلا رقيب وكده. و... وغالبا برضو ويا ريت اللي هيكون بيراقب على فكره البروجكت وكده، تحطيه ككواليفايد ساينتست في الفورمز اللي انتوا بتعملوها يعني. هو ايه احسن، ان انا اكون شغال على مشكله عميقه جدا واجيب لها حل سطحي، ولا مشكله سطحيه بس الحل معقد حبتين، ولا الاتنين مع بعض؟ انا مش فاهم حاجه. بس يعني هو المفروض ان انت زي ما انا قلت ان الفكره تكون الامباكتفول، وفي نفس الوقت برضه بتحل مشكله. تمام. لكن حته ان هو مشكله عميقه جدا واجيب لها حل سطحي ولا سطحي، فانا مش فاهم يعني عامه، لان مفيش مثال حتى. لو انا لسه هدخل اولى ثانوي السنه دي لو أنا لسه هادخل أولى ثانوي السنة دي وهاقدّم يعني، ممكن أتأهل للدولي. عادي في ناس عملتها. ينفع GPT يساعدني يجيب فكرتي؟ عادي يعني GPT بجد من أهم الtools اللي أنت تستخدمها في بدايتك أصلًا. لإن هو هيسهل لك حاجات كتير أوي، وفي حاجات أصلًا يعني مش لازم إنك تقراها من paper من أول مرّة. يعني مثلًا دلوقتي أنت مثلًا بتناقشه في فكرتك، مش لازم إن أنت تخش تجيب paper على طول، لأ أنت افهم شوف الفكرة كويسة والّا لأ، هكذا. بس فGPT كويس عامةً عادي. ايه اللي بيميز البروجكت بتاع الجروب عن البروجكت العادي؟ وكنت سمعت ان ما بين كل مرحله المفروض ان انا بطور في البروجكت عشان يسالوا في كده، ده فعلا صح ولا لا؟ ايه اللي بيميز البروجكت اللي بيتاهل جروب عن البروجكت العادي؟ البروجكت اللي بيتاهل جروب بيبقى فيه فكره، قصدي يعني بيبقى فيه مشكله، وهو بيحلها، والمشكله دي والحل ده بيبقى حل امباكتفول فعلا. تمام. البوستر بتاعه بيبقى شكله جميل وجذاب، وفي نفس الوقت بيبقى مليان معلومات وما فيهوش غلطات. تمام. برضه البرزنتيشن بتاعتهم بتبقى واضحه وصريحه، وبيقولوا كل حاجه، وبيجاوبوا على كل الاسئله بتاعه المقيم، وفاهمين كل حاجه عن الفكره. ويعني وغلطاتهم قليله جدا في الشرح، ولو حد سالهم برضه بيعرفوا يجاوبوا. تمام. وده المفروض يبقى عند اي حد عشان يعرف ان هو يتاهل بفكرته. كنت سمعت ان ما بين كل محاضره المفروض انا بدور على بروجكت، وقلت كده يعني في سؤال فات او كذا سؤال فات يعني. لسه ما بدأتش في تنفيذ الفكرة، واسمع ان المسابقة بتبدأ في شهر 10، يعني ابدأ شهرين عادي. لو قدمت المشروع هو مش كامل وما شاء الله اتأهلت، يبقى عندي فرصة اكمله ولا مش هينفع؟ ادام في وقت يبقى ينفع عادي يعني، خلاص في وقت اشتغل. وشهرين ده حلو قوي يعني، شهرين ده تجيب فيه فكرتك وتعرف بروتايبك هيشتغل ازاي، وتبدأ في مشترك. يعني شهرين ده حلو قوي يعني. آه وهو مش كامل عادي، انت كده كده اصلا البروتايب بتاعك لازم يبقى كامل من اول الاونلاين. تمام. يبقى كامل كبروتايب، مش شرط يبقى كامل كريزلتس، تفرق. تمام. احنا البروتايب بتاعنا كان كامل، بس ما كناش لسه طلعنا ريزلت. تمام.
فعادي احنا اتأهلنا برضو مع ان ما كانش معانا ريزلت، مع ان هو غلط، بس المفروض يبقى على الاقل حتى كنا جربنا البروتايب على نفسنا. لو عادي ان انا احط البروتايب بتاعي عادي انزل الكترودز عليا واجرب البروتايب، هو كان غلط ان احنا ما عملناش كده. بس يعني ايه، لازم البروتايب بتاعك يبقى كامل من اول المرحله دي، عشان ايه هيبتدوا ان هو يسالوا، عشان تروح على الاوفلاين تبقى جاهز بقى بريزلتك بقى وكل حاجه. اختار اي كاتيجوري احسن، انفيرمنتال ولا ميديكال، عشان ادخل بيبقى يصدروني، عشان لسه ما بداتش، معظم الناس بدات. مفيش حاجه اسمها احسن، انت هتعرف تجيب فكره وبروبلم وتحلها في اي حد من الاثنين، اي كاتيجوري من الاثنين اشتغل بس. هو كل محافظه بيبقى ليها جروب للمسابقه، ولو لا ففي اقدر اوصل الجروب ده ازاي؟ كل محافظه بيبقى ليها جروب، ولما بتتأهل من يعني لما انت تتأهل من المرحلة المحلية اللي هي على مستوى المحافظة، تروح اونلاين بيجمعوكوا كله في الجروب بس كده. مش عارفة ألاقي فكرة خالص، يا دوب حددت الكاتيجوري اللي أنا مهتم بيها، أعمل إيه تاني؟ وخايف أبدأ فكرة البروتايب بتاعها صعب ومقدرش عليه. يعني أنا قلت الموضوع ده كتير، إن أنت تشوف مشاريع اتعملت قبل كده وخلاص. مثلا المشاريع دي بتبقى متقسمة أكتر من حاجة، ديفايسز مش عارف ايه وهكذا، فأنت مثلا تختار الديفايسز وشوف المشاريع اتعملت هنا قبل كده. وخايف أعمل فكرة، مفيش بروتايب بيبقى غالبا سهل، معظم البورتريات بتبقى رخمة وصعبة. فهو الموضوع يا مثلا بتسألي فيه مهندس مش عارف ايه وكده يساعدك، بس ما يعملكيش الحاجة، يعني برضه لازم يبقى فيه ايه، انتوا اللي تكونوا عاملين الحاجة برضه. وحتى لو هتخلوا جي بي تي هو اللي يكتب الكود، بس تكونوا قايلين لجي بي تي ان اللي يشرح لك الكود ده من اول للاخر، عشان لو عادي ممكن يجي لك زي ما قلت مهندس يسيب البروتوتايب كله، يسيب المشروع كله، يقول لي افتح لي الكود واشرحه لي عادي. هو لازم الحلول تكون بتكلفة قليلة، أصل الفكرة اللي في دماغي ممكن تكون تكلفتها كبيرة، لأن المشكلة دي بتحصل، لما بتحصل بتبقى كارثة. لأ مش شرط، يعني مثلا دلوقتي زي ما أنا قلت قبل كده، أنت الفكرة قصدي يعني أنت الكوست، التوتال كوست بتاع مشروعك، أنت بتقارنه بالتوتال كوست بتاع المشاريع اللي قبل كده، ودي بتبقى حاجة نسبية. يعني مثلا مشروعنا كان البرايس سوليوشنز بتاعتنا كانت من 6000 دولار ل 4000 دولار، تمام؟ مشروعنا ب 70 دولار. مشروعنا مثلا بالنسبة للمصري تقريبا هو 5000 جنيه. يعني مش عارف، بس ايه، في مثلا ناس هتشوفه غالية، في ناس هتشوفه رخيص وهكذا، لكن لا خلاف ان المشروع ان البرايس سوليوشنز دول غاليين، يعني ايه بغباء، تمام؟ فهي بتبقى حاجة نسبية، يعني ان هو على حسب، يعني انت بتقارن سعر مشروعك بسعر المشاريع التانية، تمام؟ يعني الأسئلة الغير محبوبة إلى قلبي، يعني سافرت الجروب صحيح ولا لأ؟ وإيه اللي حصل؟ حوارات اليو اس ايد وكده ما سافرناش للأسف، يعني عشان بسبب حوارات اليو اس ايد زي ما أنت قلت، لأن هو أصلا المفروض إن اليو اس ايد هو بيوفر لنا مصاريف السفر، مصاريف الإقامة، بوكيت ماني، كل حاجة. بس يعني أول لما هو اتلغى كل حاجة دي اتلغت، مبعرفش إن إحنا حتى نطلع فيزا يعني، بس للأسف. وأقول لكم إيه، أصلا في الجمهورية عشان بعد ما حصل الحوار ده تقريبا قالوا لنا يعني إن هو هنحاول إن إحنا نعمل أونلاين وهكذا، و... وفي الأسف برضو معرفناش إن إحنا نقيم أونلاين، فهو اتقفلت في وشنا يعني إيه، بالضبة حرفيا، ومعرفناش نسافر. السؤال التاني بقى إيه، ده سؤال بيوجع شوية، إيه رأيك في التحكيم المعرض العالمي؟ مرحناش للأسف. إيه رأيك، إيه الفرق بينه وبين الجمهوري مثلا؟ ده عربي وده إنجليزي. اكيد بهزر، بس انا المشكله ان انا ما اعرفش الصراحه، لان فعلا ما سافرتش هناك، لان هو شرحوا لنا ان المعرض بيبقى ماشي ازاي وكل حاجه، بس يعني ما حد يشرح لي نظري احسن، يعني قصدي اوحش، ان يعني ان انا استوعبه، يعني. لكن انا لو رحت هناك وعشت الواقع ومريت بظروف بقى وهكذا، ساعتها هكون عارف كل حاجه بحذافيرها زي ما حكيت لكم من شويه اللي حصل معانا في المعرض الاوفلاين، تمام؟ بس كده. بس قصدي ايه الحكم بيدور عليه في مصر ولا الحكم الامريكي بيدور عليه؟ هل في قياسات بتجمع ما بين بروجكتس اللي بتأهل جلوبال؟ قياسات بتجمع ما بين يعني ايه قياسات؟ يعني مش فاهم قصدك الصراحة. عامة بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. أتمنى يكون الفيديو كان مفيد وعجبكم. عادي لو حد عنده أي سؤال يقدر إن هو يسألنا على الجروب بتاعنا، هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن. بس كده، سلام.